السلام عليكم. تطورات مهمة جدا. خبر عاجل من وزير الخارجية الإيراني عن سقوط طائرة F-35 أمريكية أثناء العمليات العسكرية على إيران. تطورات مهمة جدا في الجبهة الجنوبية من لبنان. آلية عسكرية من طراز ميركافا وآلية عسكرية همر للاتصالات أو ناقلة للاتصالات. ده غير الأحداث الأمنية اللي بتتكلم عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية والعثور على جندي في مبنى الكرياه، في حمامات مبنى الكرياه بحسب صحيفة إسرائيل اليوم. أيضا تطورات غاية في الأهمية. مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن رسميا تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي ترامب في شن أي عملية عسكرية على إيران. هذا الخبر صادم لترامب وصادم أيضا لبنيامين نتنياهو. دويلة الإمارات المصطنعة كمان بتقول لك إن اللي عمل العملية العسكرية على محطة براكة لتوليد الكهرباء أو البراكة لتوليد الكهرباء، المحطة التي تعمل بالطاقة النووية، طائرات مسيرة خرجت من العراق مش من إيران. هنتابع مع حضراتكم التفاصيل دي كلها، لكن في البداية هذه الرسالة لحضراتكم من سيدة مصرية موجودة في محافظة الإسكندرية شمال مصر. هذه السيدة فقدت بنت وخايفة أنها تفقد بنتها الثانية بنفس المرض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي شيماء، والدة رنزة ومحمد. أنا كان عندي رنزة، اكتشفت اللي هي في عمر 9 شهور عندها خلق في ضروس المخ كاملة وتورم شديد في العصب البصري، وساعتها ما كنتش أمتلك أوديها مستشفى خاص أعمل لها العملية دي. بعد كده عملتها لها في مستشفى حكومي. بنتي توفت من الإهمال الطبي، وطلعوها لي بنزيف على المخ، ودي صورة شهادة الوفاة اللي أمام حضراتكم بتاعت رنزة بنتي توفاها الله يرحمها. وبعد عمر ال4 سنين لابني اكتشفت إن هو عنده نفس المرض ومتأخر جدا، وكان فاضل له شهر بس ويفقد بصره تماما. رحت عملت له العملية عند دكتور كبير لأني ساعتها كنت خايفة يحصل له زي ما حصل لبنتي، وبعت شقتي لأن الدكتور قال لي العملية هتتكلف من 200 ل 250 ألف. بعد ما عملت له العملية هو حاليا الحمد لله كويس، بس عايز عملية ترقيع علشان خاطر عنده مشكلة تآكل في اللحم عشان هو سنه كبير، وعايز عمليه ترقيع. وبياخد هو الدواء اللي امام حضراتكم ده لان عنده مرض مزمن، نقص في فسفور الدم، وعنده مشكله في الكالسيوم وفيتامين د. بعد كده اكتشفت ان ربنا الحمد لله بعد ما ربنا عوضني برونزا وخديجه توأم. اكتشفت ان خديجه اللي امام حضراتكم في الصوره دي عندها نفس المرض بتاع اخواتها. عندها برضو غلق في ضروس اليافوخ، ودي الشهادات والتقارير بتاعتها. ومحتاجه العمليه نفس العمليه، والعمليه كبيره جدا وانا مش قادره اعملها لها في مستشفى حكومي علشان ما تروحش زي ما راحت مني بنتي الله يرحمها. وبتمنى من الله اني استاذ عبد الرحمن وحضراتكم تقولوا لي اعمل ايه وتقفوا جنبي. انا ما امتلكش اي شيء ابيعه تاني لاني انا بعت شقتي وعايشه حاليا في ايجار جديد. شفتوا يا جماعة الست اللي بتتكلم؟ شفتوا التقارير؟ شفتوا شهادة وفاة بنتها عليها رحمة الله؟ شفتوا التقرير الصحي أو الطب بتاع بنتها الثانية خديجة؟ شفتوا قد إيه بتعاني؟ ده صوت وصورة يا جماعة. بحق الايام المفترجه دي، الست دي عندها بنتها اللي اسمها خديجه زي ما سمعتوا، عايزه تعمل عمليه زي اللي بنتها الثانيه الاولى عملتها عليها رحمه الله، وزي ايضا محمد ابنها اللي عايز يعمل عمليه ترقيع هو كمان ايضا علشان خاطر مكان العمليه اللي كان عاملها. الست دي محتاجه مساعدتكم. باعت بيتها عشان تعمل عمليه ابنها، وما كانتش تعرف انها لما هتنجب هيكون عندها بنت عندها نفس المشكله، وما اعرفش ده وراثه بقى او ايه بالظبط، ما انا مش ماليش في الطب. لكن الست دي طالبه مساعدتكم، ووسيله المساعده اللي هنقدر نساعدها بيها باذن الله تعالى من النهارده هتبقى من خلال اليوتيوب، لكن بكره هيجي لكم رقم الانستا باي وهيجي لكم رقم الفودافون كاش تتواصل معاها. لو انت قادر او مقتدر او انت تقدر تساعدها بانها تعمل العمليه بسعر اقل من 250 الف جنيه، اتصل بيها على التليفون بتاعها اللي هحسبه لك الان، وربنا يجعل ده في ميزان حسناتكم. رقمها بيظهر امام حضراتكم. هذه السيده طالبه العون من حضراتكم في هذه الايام المفترجه، ايام العشر من ذو الحجه. نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم العام المقبل على صعيد عرفات، وان ينصر الامه العربيه والاسلاميه من محيطها لخليجها. الخبر الاول اللي عايزين نتناوله مع حضراتكم متعلق بمجلس الشيوخ الامريكي. في خبر عاجل بتعلن عنه وسائل الاعلام الامريكيه، مجلس الشيوخ الامريكي بالاغلبيه يصوت لصالح قرار يحد من صلاحيه الرئيس الامريكي ترامب في شن عمليه عسكريه او شن اي حرب على إيران. الخبر ده يا جماعة منذ قليل الرئيس الأمريكي ترامب فشل في يعني إسقاط هذا المشروع أمام مجلس الشيوخ الامريكي. اذا ترامب كده صلاحياته هتكون مقيده الى حد ما داخل او في حاله تنفيذ عمل عسكري على ايران لازم يلجا لمجلس الشيوخ اولا بحسب صحيفه النيويورك تايمز. التصريح اللي خرج من عباس عراقجي وزير الخارجيه الايراني، التصريح اللي امام حضراتكم ده يا جماعه على فكره هي تويته طويله شويه بيتكلم عن اكتر من شيء، منهم التقرير الامريكي اللي نشره قائد القياده المركزيه الامريكيه، انه المدرسه اللي اسمها ميناب او ميتاب اللي كانت في بدايه العمليات العسكريه واللي راح فيها 160 170 طالبه، امريكا بتقول ان المدرسه دي كان تحت منها او في محيطها مصنع لتصنيع الصواريخ الكروز.
طبعا ده تبرير من الولايات المتحدة الأمريكية علشان اللي حصل في المدرسة كان صادم بشكل كبير جدا حتى للشعب الأمريكي. خرج عباس عراقجي وقال الكلام ده غير حقيقي، وان التبرير الامريكي دوت مستحيل اي حد يصدقه باي شكل من الاشكال. المهم عباس عراقجي في التغريده اللي امام حضراتكم اتكلم عن جزئيات مهمه جدا، عن جزئيه فقدان الولايات المتحده الامريكيه لعشرات الطائرات، مش طائره ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه ولا سته، لا، وزير الخارجيه الايراني بيكلمك عن عشرات الطائرات المقاتله للجيش الامريكي سقطت نتيجه لعمليات عسكريه واعتراضات جويه من ايران، منهم ثلاثه تقريبا سقطوا في دوله الكويت، الله يحفظها يا رب العالمين. عندك كمان عباس عراقجي قال جمله مهمه جدا في التويته اللي ما زالت معروضه امام حضراتكم، ان من بين الطائرات اللي سقطت كانت طائره اف 35 امريكيه، وده معناه يا جماعه حاجه كبيره جدا طبعا للولايات المتحده الامريكيه، ان فخر صناعتها اللي بتتخفى من الرادارات اللي مش عارف ايه، كل ده طبعا ما بقاش يعني طائره بقت بتقع، فبالتالي ما بقتش طبعا هذه الطائره في انظار العالم كله اللي كان بيسعى لشرائها، زي على سبيل المثال تركيا، زي دوله الامارات المصطنعه، زي المملكه العربيه السعوديه. كل هذه الدول كان عايزه الطائره الاف 35، الان ممكن ما تحتاجهاش لان خلاص بقت بتقع. طيب تم اسقاطها بايه؟ معروف، اما بتكنولوجيا او مضادات للدفاعات الجويه روسيه او صينيه او انها ايرانيه مطوره، لكن في النهايه وزير الخارجيه الامريكي الايراني اسف بيعترف لاول مره وبيعلن لاول مره ان من بين الطائرات اللي سقطت طائره اف 35 تابعه للجيش الامريكي. عايز اقول لك بس ان في خبر عاجل الان وانا بكلم حضراتكم، الشيء بالشيء يذكر، انا لسه قايل لك لا طائره ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه ايرانيه، 82 طائره. ده مش كلامي انا، ده كلام التقرير اللي خرج من الكونجرس الامريكي. 42 طائره امريكيه اما سقطت، اما تضررت بشكل كامل، اما تضررت بشكل جزئي، وعلشان تعود للعمليات العسكريه محتاجه فتره صيانه طويله جدا. طبعا ده غير الخسائر الاقتصاديه نتيجه للنفط، غير حاجات كتير جدا جدا يعني، لكن ده الشيء بالشيء يذكر يعني. خلوني بس نعود مع حضراتكم للعمليات العسكريه من الجنوب اللبناني. ايضا تم الاعلان عن 12 جندي تعرضوا لعمليات عسكريه في الساعتين اللي فاتوا يا جماعه، راحوا مستشفى اسمها تل هشميغه، وايضا مستشفى هداسه دي موجوده في القدس. اذا العمليات العسكريه تطورت بشكل كبير جدا. على فكره الجيش الاسرائيلي راح لاستراتيجيه غريبه جدا، راح يشتري الشبكه بتاع السمك يا جماعه، عارفين شبك الصيد؟ راح يشتري شبك الصيد علشان الجنود اول ما يشوفوا الطائره يتم اطلاق شبك الصيد على الطائره او يلقى عليها فالطائره تسقط. الطائرات اللبنانيه المسيره بتعمل بالالياف الضوئيه، وده صعب يعني تتبعها او حتى رصدها بانظمه الحرب الالكترونيه او حتى البصمه الراداريه، ملهاش بصمه راداريه اصلا، دي طياره ماشيه بسلك مشترك يعني ببكره سلك مداها 10 كيلو. ماذا لو تطورت من جنوب لبنان ووصلت ل 20 و30 و40 و50 كيلو؟ يبقى اذا ممكن تنفذ عمليات عسكريه دقيقه داخل اسرائيل، وبالتالي برضو ما يتمش اعتراض ده القلق اللي موجود داخل اسرائيل الان. عايز اقول لحضراتكم انه منذ قليل اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيليه عثورهم على جندي في حمامات مبنى الكرياه. هذا الجندي وجدوه وهو قد فارق الحياه. وبعض يعني الاستطلاعات الاوليه لوسائل الاعلام او التقارير الاوليه لوسائل الاعلام ان الجندي دوت بصوره او باخرى هو اللي عمل كده. طبعا انا عايز اقول لك ده يورينا نقطه لتقرير غايه في الاهميه نشر بالامس، اتكلمت عنه وسائل الاعلام الاسرائيليه، ان ما يقرب من 25% من جنود الجيش الاسرائيلي في الاطار النظامي ما ينفعش يعودوا للعمليات العسكريه مره اخرى. ده رقم صعب جدا يا جماعه، وان بيتم تعويض الرقم ده من جنود الاحتياط، وجنود الاحتياط دول عصب الاقتصاد الاسرائيلي، وان هناك ما يقرب من 75% اجماليا من جنود الجيش الاسرائيلي سواء على مستوى الاحتياط او النظامي برضو تعرضوا اما لاعمال عسكريه او على الاقل لضرر نفسي، فمحتاجين يتلقوا العلاج. عايز اقول لحضراتكم ان الوضع ده مربك جدا داخل اسرائيل، ووسائل الاعلام الاسرائيليه بتتكلم عنه كما هو موضح امام حضراتكم. نقص كبير جدا في الجنود، محتاجينهم بشكل عاجل. لو الجبهات فتحت مره اخرى وبشكل اوسع، طبعا ده بيزيد الطين بله لبنيامين نتنياهو، لانه هو اصلا مانع تجنيد الحرايديم، والاحزاب اللي عايزه الحروب دي تفضل مستمره هي اصلا احزاب اغلبها تابعه للحرايديم. طب منين انت عايز الحرب تستمر، ومنين انت في نفس الوقت مش عايز تجند الشباب بتوع الاحزاب بتوعتكم؟ يعني بالبلدي ده ادى الى انقسام كبير جدا في الداخل او لدى الجبهه الداخليه
الإسرائيلية. عندك يائير جولان، ده كان رجل عسكري رفيع المستوى، هو جنرال احتياطي الآن. عندك نفتالي بنت، ده رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا، هو ويائير لبيد، أفيجادرو ليبرمان، وأيضا غيرهم، ناس كتيرة جدا من النخب السياسية والعسكرية في إسرائيل. كل بيجمع أن حكومة بنيامين نتنياهو أدت إلى انقسام حاد داخل إسرائيل، ده بخلاف حالة العزلة الدولية اللي بتعيشها إسرائيل بسبب بنيامين نتنياهو. هنتابع مع حضراتكم التفاصيل، وآسف جدا اللي طلع على حضراتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.